جربت التمرين دوت وغضروفي اتشفط. عندك انزلاق غضروفي قطني بالشكل ده، ضغط على الاعصاب الطرفيه بتاعتك وعامل لك تنميل او اعراض عرق نسا. من افضل التكنيكس اللي بنستخدمها في العلاج الطبيعي عشان نبدا نقلل مشاكل الغضروف دي وهي الديكمبريشن ثيرابي او العلاج بفك الضغط. الغضروف دوت حاجه خارجه بشكل ميكانيكي، فلو اتضغط عليه بشكل اكبر بيبدا يخرج اكتر ويعمل لي التهابات موجوده في منطقه اسفل الظهر. التمرين اللي هنبدا نعمله هدف ان هو يبدا يبعد لي الفقرات عن بعضها، شد فقرات طبيعي تبدا تعمله في البيت. هتتعلق في العقله بالشكل اللي انت شايفه ده، تكون ماسك بقبضه ايدك الاثنين ورجلك متدليه لامسه الارض، وتحاول تسيب وسطك خالص، مش عايز عضلات بطنك تشتغل اطلاقا، وتثبت لي في هذه الوضعيه الوقت اللي قبضه ايدك تسمح لك بيه، 5 10 ثواني، 15 ثانيه، وحتى 20 ثانيه، وتكرر لي الوضعيه دي لمده 5 دقائق كامله بشكل يومي. خلال شهر باذن الله سبحانه وتعالى اولا واخرا الام الانزلاق الغضروفي بتاعتك هتبدا تقل جدا، ومش بعيد تكرر الرنين المغناطيسي تاني وتلاقي غضروفك اتشفط. في مصر كلينيك علاجك عندنا.